السلام عليكم. اليوم عندي الجديد وتغيير بسيط في بيت النعاس. بالنسبة للتغيير ولو بسيط، عطاني واحد الإضافة اللي هي زوينة لبيت نعاسي، أكيد غادي تشوفوها دابا معايا في الفيديو. وبالنسبة للجديد هو هاد الوسادة الطبية، وسادة ميديكال. بيني وبينكم شحال هادي وأنا باغية نشريها، ولكن كنت دائما كنقول واخا مرة أخرى الشهر الجاي، مرة أخرى من بعد. لقيت راسي دائما كنأجلهم، ولكن هما من الضروريات، وكان عليا زعما من شحال هادي نشريهم هما الاولين قبل حوايج اخرى. ولكن معليش يلا كتب الله وشريتهم. صراحه والسيد اللي هما يا زوينين، كيعطوا واحد الجوده زوينه في الرقاد، كنت واعي مرتاحه. بيني وبينكم انا في هاد الاواخر منين كنوعى من الرقاد الا نعست على واحد الجهه كنحس بواحد الجهه في الركبه ديالي كتوجعني، ولكن مجرد ما كنوعى نتحرك صافي داك الالم كيختفي، غير الم خفيف ماشي شي حاجه. ولكن رد مع البال عارفه انه من الوساده، ولو ان الوساده اللي عندي وساده عامره بالقطر وخاصه بالرقاد، ولكن بيني وبينكم فعلا خاصني وساده ميديكال باش نبقى زعما نوعا ما نعانيش من داك المشكل. بالنسبه للشكل ديالها كيف ما كتشوفوا شكلها زوين بزاف. هاد الوساده الطبيه ما كتكونش عامره باللواط، عندها واحد الرمز كيسموا به هاد زعما هاد العماره ديالها هادي اللي كتكون بحال ماشي بونجا ماشي لواط، المهم عندها واحد الرمز كيتقال لها زعما باش كتعرف هاد الوساده الطبيه، ولكن نسيتو صراحه مشى لي من بالي. ولكن اللي مهم راه وساده ميديكال، هادي راه حاجه باينه. الشكل ديالها صراحه زوين بزاف، حبيت يا اختي الوساده ما نكذبش عليكم، شكلها زوين. الحجم ديالها حتى هو مناسب. هكا نتوما كتشوفوه في الفيديو راه باين لكم. والصنع ديالها صنع فرنسي، هاد الوساده اللي عندي اللي شديت انتاج فرنسي. وبالنسبه للوزن ديالها ثقيله، في الوزن ديالها منين كنهزها هكا كنحس بها وساده ثقيله، ياك فهمتوا. ولكن بالشوفه هكا كتقولي هذه وساده خفيفه ما كايناش نهائيا. واللي عجبني اكثر انه بمجرد ما كتهزي راسك تحيديه من فوقها في البلاصه كترجع زعما الشكل ديالها الطبيعي ديالها. وملي كتحطي راسك كتشد لك هي على حساب الثقل ديال راسك، على حساب الشكل ديال راسك كتشد، كتعطيك واحد التوازن في الرقاد، كتعطيك واحد الجوده اللي زوينه في الرقاد ديالك. راكم عارفين خصي الانسان اللي كيرقد مزيان وكيرقد بطريقه اللي هي زوينه راه كيوعى مرتاح، كيوعى واحد الانسان اللي كتكون عنده واحد الطاقه واحد الانرجي في النهار ديالو. واللي عجبني ابار الجوده وهاد الراحه اللي قلت لكم هكا في النعاس، حتى في الشكل. نتوما شوفوا الشكل ديالها. بالنسبه حتى للجويان ديال لوسيد كيبقى واحد الشكل اللي هو زوين. داك الجواد ديال لوساده كيبقى شاد الفورمه ديالو. وبمجرد ما كتهزي راسك كيف ما كتشوفوا دابا انا كندير بيديا، مجرد اختي ما كتهزي راسك لوساده كترجع عاديه، ما كيتكمش لك الجوا، ما كيهرب لك من هنا ما كيهرب لك من هنا. الصراحه غير هاد لاتوش هادي صراحه حبيتها بزاف بزاف، عجبتني ما نكذبش عليكم. لوساده والجوا ديال لوساده كيبقى محافظ على الشكل ديالو. غادي نلبس لها كالجويان اللي غادي نحط كنتوسدوا بهم هكا في الليل. غادي ندير اليوم الكوفر لي الموف وغادي نحيد هذاك الاخضر. وبالنسبه كيف قلت لكم التغيير البسيط اللي درت هكا البيت نعاس اكيد دابا غنشاركو معكم. دابا درت هاد الجويان هادو وغادي نقاد معكم بيت النعاس. وبغيت نفكركم حبيباتي عافاكم وما تردوهاش في وجهي، ديروا لي لايكات بزاف لهاد الفيديو، ما تنساوني من اللايكات. عافاكم الله يحفظكم. خلوا لي لايكات وخلوا لي التعليق ديالكم بخصوص السميه ديال القناه. الاخوات اللي غادي تبان لهم هنايا لمسات ريم وما غادي يفهموا والو، انا البارح كنت حطيت واحد البوست في المنتدى عندي في القناه، وكنت قلت للاخوات المتابعات قلت لهم انا راني عندي فكره باش نغير من السميه ديال القناه، ما غاديش نغيرها كامله ولكن غادي نغير واحد الجزء منها. غادي نحيد يوميات ريم ونخلي لمسات ريم، يعني حيدت غير يوميات ودرت في بلاصتها لمسات. زعما خليو لي الاخوات زعما التعليق ديالهم بخصوص هذا الموضوع. لقيت انهم حتى هما عجبتهم الفكره بحال ما عجبتني انا، قالوا لي بالعكس زوينه هاد السميه صافي غير توكلي على الله وبدليها. كنشكركم بعدا اخواتي اللي خليتوا لي التعاليق، راني جاوبتكم في المنتدى، جاوبتكم على التعليق ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. وانتم اخواتي اللي يلا غادي تسمعوا هذا الموضوع دابا في هذا الفيديو هاني علمتكم. ان شاء الله غادي نغير السميه ديال القناه، يمكن الفيديو الجاي غادي تطلع لكم القناه بلمسات ريم، يعني بهذه السميه هذه باش تعقلوا عليها.
ما كاين حتى شي تغيير كبير في السميه ديال القناه، فقط كيف قلت لكم حيدت يوميات وغادي ندير لمسات. وخلوا لي التعليقات ديالكم نتوما اخواتي اللي سمعتوا هذا الفيديو، خلوا لي التعليقات ولو تعطي غير نص ثانيه من وقتك وتكتبي لي تعليق بخصوص هذا الموضوع. واش انت اختي دابا اللي كتصنتي لي وكتفرجي في هذا المقطع دابا حاليا، واش انت موافقه على اني نبدل السميه ديال القناه ندير لمسات ريم او لا؟ خلي لي التعليق ديالك في مع التعاليق، يقولي لي ايه مثلا عجبني الحال السميه زوينه او لا العكس. خلوا لي التعاليق ديالكم ان شاء الله، وانا اكيد غادي نرد عليكم في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي غادي نقول لكم اش كاين من خلال التعاليق ديالكم نتوما، غادي نقول لكم واش غيرت السميه او لا. فالمهم الا طلعت لكم القناه في الفيديو الجاي بلا مسات ريم، راني انا هي ريم راه ما عندها فين تمشي. ريم هي باقيه كيف ما في القناه كيف ما في الواقع. ريم هي ريم، ما غاديش تبدل بحالها بحال سميتها، ولكن التغيير البسيط هو في لمسات. درت لمسات ريم. هذا الموضوع هذا كي زعما كيعنيني وكيعنيكم حتى نتوما. انا ما بغيتش نبدل السميه مني لراسي، لا، غادي نشارك معكم هذه الخطوه هذه. غنشد بالاراء ديالكم، غنشد بالاقتراحات ديالكم، التعاليق ديالكم اللي هي مهمه عندي بزاف. خلوا لي التعليق، وديك الساعه بناء على التعليق ديالكم غادي نشوف التغيير ان شاء الله. هنا كنت عمرت لوسيد بالجويان كيف ما شفتوا. درت عاوتاني الكوفر للماطله. بالنسبه للشكل ديال اللوساده الميديكال ما نكذبش عليكم عجبني، اما بالنسبه للتغيير هو هذا. اختي شديت هذا الجويان ديال لوسايد في واحد اللوين، واحد الكاشيري مايل للموف، ما بين كاشيري وموف، واحد اللوين وفيه واحد الرتوشات هكا وريضات هكا خفاف بالابيض وخضيضر خفيف. قلت هكا غادي ندير التغيير، غادي ندير اللمسه ديالي في بيت النعاس، شي حاجه اللي هي بسيطه ولكن عطاتني واحد اللمسه اللي هي زوينه. اكيد دابا ندير لكم جوله وتشوفوهم عن قرب. وجمعت اختي هذا الكوفر لي هذا حتى الغدا ان شاء الله عاد نصبنو، غادي نخليه في بلاصه اللي كنحط فيها الحوايج. وجيت اختي باش ندير سبيراتور، غادي ندير سبيراتور للبيت كامل. بالنسبه للطابيات كنت بارطاجيتهم معكم في الفيديو اللي كنت شريتهم، الصراحه صدقوا لي زوينين عجبوني. الحجم ديالهم خفيف، الوزن ديالهم زعما خفيف وما كيشدوش الغبره بزاف، لا بالعكس زوينين وانطيطاش زوينين الصراحه. صافي غادي ندير سبيراتور، ما غندير اليوم لا شيفون لا حتى شي حاجه، غندير سبيراتور صافي. بالنسبه للعود ديجا عندي ممسوح ونقي. بيت النعاس زعما واحد البلاصه اللي زوينه بزاف وكترتاحي فيها، فكوني اكيده الا جمعتي بيت النعاس كون نظمتيه وقديتيه وعطرتيه، كوني اكيده غادي تكوني انت مرتاحه نفسيا. وفين ما كنتي اختي عيانه غادي تدخلي لبيت نعاسك وتجبدي في بلاصتك، تشمي الريحه البارده، تشوفي بيت نعاسك منظم متيول، كوني اكيده غادي تشونجا النفسيه ديالك في ساعه، غادي تخرجي منه مرتاحه. انت تدخلي عيانه وتخرجي مرتاحه. فسبحان الله شفتوا هذا الترتيب وهذا التنظيم وهذا التعطير راه فعلا كيلعب على النفسيه ديال المراه بزاف بزاف. خصوصا اختي الاغلبيه فينا معظم الوقت زعما كندوزو في الدار، كنخرجوا وندخلوا، ولكن راه معظم الوقت فعلا كندوزو في الدار شي حاجه اللي مهمه تكون منظمه. ما زعما ما تنسيش فين موالاك، ما زعما تهملي كاع هاد المسائل ديال الراحه. كيف ما كان بيت نعاسك، كيف ما كان الشكل ديالو، كيف ما كان النيفو ديالك، يكون بيت نعاسك نقي والبلاصه اللي كتنعسي فيها تكون نقيه معطره. واخا تكون عندك غير المانطه وهكا ولوساده وبونجا او لا شي حاجه، انا غير كمثال فهمتوا. هادوك اللي عندك يكونوا دائما نقيين، الجوا ديالو ساده دائما كيتصبان، ديك المانطه دائما كتعطر، دائما تخليهم منظمين. كوني اكيد اختي راه ترجعي للبلايصه ديالك تحطي فيها راسك فعلا تحسي بالراحه النفسيه، الراحه اللي كنقلبوا عليها كاملين كمتزوجات كعازبات. المهم حنا بصفه عامه المراه بصفه عامه كتقلب على هاد لاتوش هذه اللي تعطيها واحد الراحه النفسيه. اكيد هذا الشيء هذا راه كيلعب على النفسيه ديالنا بلا ما نكذبوا على روسنا. الحاجه اللي كتكون منظمه ماشي هي الحاجه اللي كتكون فوضويه في كل شيء، سبحان الله في الحياه كامله بصفه عامه. ولكن من زعما الحويجات اللي كيخلوك واحد الانسانه مرتاحه، واحد الانسانه زعما كتكوني هكا عندك واحد الطاقه اللي هي زوينه، راه كيبداو زعما من شي مسائل اللي هي بسيطه. الحاجه عاوتاني اللي بغي ننصحك بها وكنصح بها دائما راسي، هاد اللمسه دائما خاصها تكون خاصه في بيت نعاسك، في بلاصه المعطر او في بلاصه البخور. بقاي عطري بيت نعاسك بالسبراي
هذا اش غادي نقول لك، اللمسه ديالو في بيت النعاس شي حاجه خرافيه. ما ديريش معطر، ما ديريش بخور، ديري هاد السبراي هذا، خلي الريحه ديال بيت نعاسك مميزه عن الاخرين. وفين ما تدخلي انت لبيت نعاسك تحسي بواحد الريحه بارده، ريحه النقاء. والريحه راكم عارفين الريحه ديال السبراي اولا بارفان ماشي هي معطر، ولو يكون المعطر من الكاليتي الواعره. فخلي هاد اللمسه تكون خاصه عندك في بيت نعاسك. راه سبراي بادي من 30 درهم وانت طالعه. شوفي انت المجهود زعما الجهد ديالك، شوفي الذوق ديالك، كاين 40 درهم كاين 50 درهم، شري اللي مناسب لك وخليه هكا. خاص بيت نعاسك، عطري بيت نعاسك دائما تشمي فيها الريحه البارده. وكانت اختي هذه هي زعما الاضافه اللي درت في بيت نعاسي، هما دوك جوج جويان جداد اللي فيهم واحد اللوين كاشيري مايل للموف. انا دخلته هكا باللمسه ديالي بطبيعه الحال، قلت باش ندير واحد التغيير بسيط وفي نفس الوقت نعطي واحد اللمسه زوينه. الكوفرلي راكم عارفين الكوفرلي عندي سامبل ما فيه حتى شي ايطاج، فيه واحد الزركاشات واحد الزويقات، ولكن منه زعما ما كيبانوش في الكاميرا. ملي كنكون انا في بيت نعاسي كنشوفوا زعما بحال مطروز داك دوك الديزاينات اللي فيه مطروزين منه فيه. قلت علاش لا ما ندخل هكا واحد اللاتوش اللي هي زوينه، بحال دابا هاد الجويان ديال السعيد هكا راه عطاوني واحد اللمسه زوينه. وخلوا لي التعاليق ديالكم واش فعلا نتوما حسيتوا بهذا التغيير البسيط زوين او لا. خلوا لي التعاليق ديالكم. صافي اختي من بعد ما ساليت غادي نجبد البيجامه ديالي، بغيت ندير اختي واحد لادوش. هاد الايامات هادي كنحاول ندوش يوميا باش ما نطيح في الفراش، باش ما تشدني السخانه، لانه هاد الايامات هادي الوالده ديالي راه مريضه. وعلى فكره راه داكشي علاش غبرت عليكم، خصوصا اختي هاد اليومين الاخر ولا 3 ايام الاخر تزيرت لي بزاف بزاف السخانه العطيس. المهم راكم عارفين هاد المرض هذا بحال اش كيكون. فداك الشيء علاش حباباتي غبرت عليكم، ما كانش عندي القناه نهائيا باش نصور شي فيديو، ولكن دابا رجعت باش نصور معكم الفيديو حبيباتي. هذا ما كان. فكيف قلت لكم كنحاول ما امكن يوميا ندوش نبدل عليا باش نحاول ما امكن زعما نبقى واقفه، ماشي تشدني السخانه وطيحني، لانه الا طحت انا مشكله. شكون غيقابل الوليدات؟ شكون غيقابل الوالده؟ شكون غيقابل خصني اختي ندير الاجواء الخاصه بيا باش نبقى مزيانه مزيانه. كنحاول دائما نسرق الوقت من الوقت ديال الوليدات ديال الوالده ديال مول الدار ديال المسؤوليات، كنسرق الوقت منهم باش كنعطي لراسي واحد الوقت خاص بيا. بعض المرات كنحس براسي ما عنديش اسره، بعض المرات كنحس براسي ديال راسي فعلا. علاش؟ لانه وليت كنسرق من هنا ومن هنا باش كنعطي الوقت لراسي انا بالدرجه الاولى. هذه حاجه زوينه اللي نفعتني بزاف بزاف مع المسؤوليات اللي عندي، مع بزاف ديال الامور في الحياه. فهمتوا؟ وليت كنحس براسي مزيانه، وليت كنعطي واحد الاهتمام لراسي، واحد الوقت لراسي، نقعد مع راسي. بعض المرات كندير كاس ديال القهوه اولا كاس ديال العصير لراسي، ما كنصايبلهمش هما نهائيا في الدار. هذا لا يعني انني انا مفرطه فيهم، لا، غير كيف قلت لكم كنبغي نسرق الوقت لراسي، كنقعد مع راسي ندير شي حاجه اللي كتعجبني، شي حاجه اللي كتفرحني، هكا كنكون مزيانه. وكنعطيهم هما بالمقابل اضعاف مضاعفه من الاحتياجات ديالهم. فهمتوا؟ فإلا كنتي انت واحد الانسانه زوينه ومرتاحه، كوني اكيد راه غادي تكون الاسره ديالك زوينه ومرتاحه. بعد اختي ما درت واحد لادوش، نشفت شعري بسوشوار باش ما يضربني البرد، وخرجنا اختي مشينا نتغداو على برا من الاختيار ديال محمد. وكنشكركم بزاف بزاف الاخوات اللي كنتو خليتو تعاليق زوينه في الفيديو ديال محمد. كان والو لصقني قال لي والو بغيت نصور معك فيديو ما قديتش نخسر له خاطرو. راكم عارفين احنا الامهات كل مرحله في العمر ديال وليداتنا والا فيها تعامل خاص. التعامل ديال الطفوله ماشي هو التعامل اللي كتعامليه مع وليداتك فاش كيكون عندهم عام وعامين، ماشي هو التعامل اللي كيكون عندهم هكا 16 عام والفوق. كل مرحله من الحياه هو كيكون عندك تعامل من نوع خاص. من هنا نبغي نقول للامهات اللي عندهم وليدات، حاولوا ما امكن تصاحبوا مع وليداتكم. ولا بد في هذا الزمن اللي كنعيشوا فيه حاليا نكونوا مصاحبين مع وليداتنا، ما نبين لهمش السلطه، ما نبين لهمش ديك الرقابه. ولا بد احنا كاملين كنخافوا على وليداتنا، كنكونوا مراقبينهم، كنكونوا ضاغطين عليهم في شي امور، ولكن دائما ما نبينش داك الشيء، يكون حاضر ولكن بطريقه غير مباشره. نكون ام ذكيه، نجر ولادي لعندي منين يكون عندهم مشكل او حاجه في حياتهم او اي حاجه كبيره او صغيره، نكون انا كنعرف عليهم الشاده والفاده، ماشي يخلوني انا لانه دايره بيني وبينهم واحد الحدود ويمشيو يقلبوا الحلول على برا، او يقلبوا فين يفرغوا مشاكلهم على برا في وحدين اخرين. هاد الوقت ديال السوشيال ميديا
راه صعيبه بزاف بزاف. فاحسن حاجه ديرها الام اللي هي ام ذكيه، تكسب وليداتها، تتعامل معاهم على قد العقل ديالهم. يعني هبطي من النيفو ديالك وديري راسك بحال انت في العمر ديال وليداتك. كوني صديقه، كوني ام، كوني اخت. الوالدين خاصهم واحد المجهود كبير وكبير باش يحافظوا على وليداتهم وباش يجروا الوليدات اللي عندهم، بحال الذكور بحال الاناث. نعرف كيفاش نتصرف في المواقف معاهم، نعرف كيفاش نقول لا، نعرف كيفاش نقول ايه. فهمتوا؟ هذا كامل كيبقى من مصلحتنا حنا كوالدين ومن مصلحه وليداتنا اكيد. حتى هما يكونوا دائما حاسين بوالديهم قرب منهم، يكونوا حاسين بوالديهم معاهم، يكونوا حاسين بانهم والديهم عاطينهم واحد القيمه، ماشي العكس. لانه راه اش غادي نقول لكم، زعما هذا الوقت هذا اللي ولينا كنعيشوا فيها، غير الله يحضر السلامه والله يهدي وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. وهذا الشيء اللي كاين حبيباتي. المهم بالنسبه للغداء، مشيت انا ومحمد وباباه. ريم خليتها في الدار هي والوالده، طيبت لهم واحد الغديوه خفيفه وخليتهم اختي في الدار. مشينا تغدينا هكا اختي غدا خفيف، ولكن بيني وبينكم والله ما قديت انا ناكل شي حاجه. كلت شلاضه وشربت كاس ديال العصير فقط. شدينا جوج طويجنات ديال الكفته، واحد كفته والبيض والاخر كفته بلا صوص. ومحمد خلاص بدون زعما نقاش غادي يشد طاكوس. ما يمكنش يمشي محمد لشي روستو يشد لك شي حاجه من غير طاكوس، هادي راه من سابع المستحيلات. كيتغداو على ذوقه دائما. شتو الطاكوس واخا ياكلوا يوميا راه ما عندوش فيه مشكل، انا اختي ما كنحملوش. مره كان انا ناكل معاهم طاكوس. كيف قلت لكم راه حنا خاصنا دائما زعما نكونوا قراب من ولادنا ونتشاركوا معاهم الاحاسيس ديالهم والافكار ديالهم. ولكن صراحه بيني وبينكم راه ما كيعجبنيش طاكوس. هذا ما كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، وخلوا لي التعليق ديالكم، خلوا لي اللايكات ديالكم. ما تنساوش زعما الاقتراح اللي اقترحت عليكم بخصوص السميه ديال القناه. الا وصلتوا حتى لهنا ولا بد اختي تخلي لي التعليق ديالك والراي ديالك في هذا الموضوع. ونقول لكم الى اللقاء في الفيديو جديد ان شاء الله.